السلام عليكم حبوباتي، كي دايرين؟ بخير، نتمنى نلقاكم كلكم بخير وعلى خير. وهذا الفيديو يلقاكم بصحة جيدة ان شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم الغدا ديالي اللي على هذا الشكل هذا. عندي هنايا البنات الفلفله والدنجال والطماطم، غادي نشدهم وغادي نديرهم في الفران يتشواو، ومن بعد غادي ندير شويه ديال الزعلوك، وغندير شويه ديال الفلفله مشرمله بشويه زويته بلديه والقزبر ومعدنوس والثومه والابزار، نشحرهم في مقيله كيجيو زوينين. كنقشر الفلفله وكنديرها كيجيو هائلين البنات، كيجيو زوينين. مطيشه غادي نقشرها حتى هي، الدنجال غادي نقشرو، الفلفله غنقشرها، وغادي نديرهم زعلوك. المغربيات راه كاملين تبارك الله كيعرفوا كيفاش يديروا الزعلوك. المهم هنا الحوت ديالي غسلته على هذا الشكل هذا وخليته على جنب باش غنوجد ليه القامه اللي غادي نرقدو فيها. هنايا في القامه ديالي كناخذ قزبر ومعدنوس، كناخذ التوابل ديالي كامله ديال الحوت، كندير ليه بزار، سكينجبير، تحميره، شويه الهريسه مطحونه، كندير مليحه، كندير معاهم شويه ديال الحامض، وكنخلط كل شيء وكنشرمل فيه هذا الحوت هذا. المهم هنايا في التشرميل في لاصوص اللي غنطيب فيه هاد الحوتات في الفران، ما غندير البنات لا خضره لا حتى شي حاجه، غندير غير المطيشه مطحونه، وغندير معاه شويه ديال مطيشه مركز ديال الطماطم، وغادي ندير معاه حتى هي الرقامه اللي درتها في الحوت غادي نديرها في لاصوص، وندير حتى هي القزبر ومعدنوس، وغندير لها شويه ديال الثومه، وغادي ندير كل شيء في هذيك الطاوله اللي غادي ندير فيها الحوت اللي غادي ندخلو الفران. هنا البنات درت شويه ديال الحامض، خلطته مع هاد القامه هادي باش غنرقد فيه هاد الحوت هذا. غادي نرقدو المهم انا رقدته البنات وجا على هاد الشكل هذا، خليته كيرتاح، وغادي نصايب داكشي لاصوص اللي غندير فيه هاد الحوت هذا. كيف ما قلت لكم القامه راه قلتها لكم، قلت لكم القامه اللي درت فيها اللي درت الحوت غنديرهم في التشرميله، وغادي نستف الحوتات ديالي في الطاوه اللي غادي ندير في الفران البنات صافي. وغادي ندير غير شويه ديال الفلفله، شويه ديال هنا البنات زدت واحد شويه ديال الزيت اللي مرقده فيها الفلفله، اي زيت حاره البنات. كندير زيت العود وكندير الفلفله الحاره مزيودات وكنعمر عليها بزيت العود، وكتولي ليا من السما بالحار، كتولي هي حاره. الزيت البديه كتولي حاره كتجي زوينه، كنديرها بحال هكا في الحوت، في شي حاجه الا بغيت نطيب شي صوص حار ولا شي حاجه راه كنديرها فيه كتجي زوينه. المهم هنا خلطت كيف ما شفتوا لاصوص اللي غادي ندير فيه الحوتات. وهنايا غادي نقطع شويه الفلافل اللي غادي ندير مع الحوت، غادي ندير غير الفلفله، وغندير مطيشه سوريت ان شاء الله. هنايا البنات عندي واحد الفلفله كنت شريتها بحال هكا صغيره، وغسلتها ونشفتها ودرتها في كونجيلاتور وجبدتها، راه كتبقى هائله البنات وزوينه. شوفوا كيفاش كتبقى، راه كتبقى زوينه. الا لقيتو الفلفله طاحت شويه في الثمن ديروا ليها هذا الشكل هذا، راه ما تتخسرش ليكم. تغسليها وتخليها حتى تنشف، ومن بعد تجبديها في الوقت اللي تجبديها كتستعمليها، ما كتخليهاش حتى ديكونجلا. المهم هذا هو اللي غادي ندير مع الحوت ديالنا، هاد الفلافل هادو. هنايا درت مركز ديال الطماطم البنات، خليته جبدته من الفريغو، خليته شويه حتى طلق، انا درتو مع لاصوص. وغادي نخلط كل شيء صافي، وغادي نستف الحوتات اللي عندي، وغادي نزينهم بهذوك الفلافل، وغندير فلفلات حمرين وصفرين حارين حتى همايا صافي. وغادي نقاد الطاجين ديالي اللي غادي ندخل الفران، غادي نغطيه ببابي الومنيوم، ندير الورق ديال الطهي وندير بابي الومنيوم، وغادي ندخلو الفران حتى غادي يطيب. ومن بعد غادي نعريه
نحيد ليه بابي الومنيوم ونحيد ليه الورق ديال الطهي، وغادي نخليه نطفي الفران ونخليه حتى تيشرب في الفران ويشرب هذاك الصاد ديال الفران البنات، كيجي الحوت ناشف وكيجي زوين. المهم هاد لاصوص اللي شاطت ليا درت فيها ديك الفلفله اللي قطعت لي طرونش صافي، وغادي باش تبل ليا بهاد العطريه هادي، وغادي نديرها من الفوق على هاد الشكل هذا. وهنايا غنكون كملت الطاجين ديالي، وغندوز نقاد هذاك الشيء اللي غادي نرافق به هاد الطاجين في الفران، كيجي زوين البنات. المهم اي وحده كتعرف دير، بغيت نشارك معكم انا الطريقه ديالي كيفاش كندير. الا ما بغيتش ندير الخضره وداك الشيء كندير كنطيبو غير في لاصوص كيجي زوين. كتكثري غير لاصوص والفلافل صافي، العطريه ديالك وكتدخليه هنا. زينت بواحد شويه ديال المطيشه سوغيز، وغادي ندير الفلافل كيف ما قلت لكم. وهذا هو الطاجين ديالنا اللي غادي نتغداو به اليوم ان شاء الله. واللي تشهى شي حاجه يسمح لينا. ومره اخرى كنقول لكم كل واحد خير فيما حاله، راه كنبغيو نشاركوا معكم اي حاجه درناها، كنبغيو نشاركوها معكم، سمحوا لينا. وهنا كندير هاد الفلفلات كما قلت لكم اللي حارين. وهذا هو الطويجين ديالنا، وغادي ندخلوه للفرن. غادي يطيب كيف ما قلت لكم، غادي نغطيه وحتى يطيب، وغادي نوريه لكم كيفاش جا البنات. راه جا زوين هائل. المهم هنايا غادي نرافقوا بواحد شويه ديال الشلاضه اللي درت فيها غير مطيشه سوغيز، ودرت فيها الخيار، ودرت فيها الخس، وغادي ندير معاه واحد شويه ديال المايز وشويه ديال الطون. صافي هذه هي الشلاضه اللي درت مع هاد الطاجين هذا، مع داك شويه ديال الزعلوك ان شاء الله. ها الخس ديالنا هو هذا اللي غسلته وخليته حتى نشف. شلاضه ساهله واقتصاديه. هنا البنات درت معاهم شويه ديال البصله اللي قطعتها على هذا الشكل هذا. البنات البصله في الشلاضه كتعجبني انا، كاين اللي ما كتعجبوش البصله في الشلاضه، ولكن البصله مع الشلاضه كتجي زوينه. واخا الخس واخا كلشي كتجي زوينه، كتجي هائله. المهم نخلطهم هكا، وغادي نديرهم في الطبيصلات، وغادي نقادهم فوق منهم. ندير واحد شويه ديال المايس مع هاد الشلاضه هذه، وندير واحد شويه ديال الطون من الفوق. وهذه هي الشلاضه ديالنا. نتمنى يعجبكم غدانا اليوم، وإلا عجبكم علاش لا ما تخليوش لينا شي تعليق زوين فضلا وليس امرا، كيف ما كنقول لكم دائما. وما تبخلوش علينا بالتعاليق الزوينين ديالكم، وعلاش لا اللي ما تبارطاجيو لنا الفيديو فضلا وليس امرا. الا عجبكم بالحق المحتوى ديالنا شجعونا، الله يجازيكم بخير. المهم هنايا انا درت في الطبيصلات ديالنا ديال الشلاضه، ودرت فوق منهم هاد طرونش ديال الطون. ما بغيت تخليوها بلا طون تخليوها بلا طون، ماشي مشكل. انا المهم باش عندي موجود طون درت الطون. بغيتو ديروا لي باط معاها مسلوقين، بغيتو ديروا اللي بغيتو ديروا كيجي زوين مع هاد الشلاضه هذه. المهم هنايا البنات هي الفلفله ديالي اللي شوينه وشديتها ونقيتها على هاد الشكل هذا. غنقطعها شرائح وغادي نقادها كيف ما قلت لكم. هنايا هذا هو الدنجال ديالي البنات اللي نقيته على هاد الشكل هذا، هو مطيشه. نقيتهم حيت لهم القشره ديالهم كامله، وغادي نديرهم زعلوك مع القامره. اي واحد كيعرف القامه ديال الزعلوك البنات. كنديروا الكمون، الملح، عليه بزار التحميره، شويه القزبر والعدنوس والثومه بالزيت وزيت الزيتون. هنا البنات هذا هو الفلفله اللي شرمت معاكم هي هذه. وهذا هو الدنجال ديالنا اللي درتو زعلوك البنات، كيجي زوين ولذيذ. وملي تيبغي يطيب الزعلوك وتيسال يقرب يوقف في الطياب كنزيد يا اما الخل واما الحامض البنات، كيجي الزعلوك هائل. وهذه هي الغديوه ديالنا، نتمنى تعجبكم. شوفوا الحوته كيفاش جات، الحوت تبارك الله كيفاش جا في اللاطه ناشف، لاصوص خاطره البنات، كتجي هائله وزوينه. نتمنى تجربوا هذه الطريقه ديالي
وردوا عليا الخبار. المهم ما تنساوناش من اللايكات فضلا وليس امرا. الله يجازيكم بخير. يلا مع السلامة.